قدم بلاغ ضد اللي عمل كده. شيرين عبد الوهاب تغرق في المشاكل من جديد. إلغاء مشاركتها في حفل دبي، تسريب فويسات لحسام حبيب، تصريحات حوالين اعتداءات من قبل أخوها، مشاكل قانونية مع روتانا، وتهديدات باللجوء للقضاء. هي دي أحدث أخبار شيرين عبد الوهاب خلال اليومين دول بس، وبالرغم من حداثة الأخبار دي إلا أنها مش جديدة على الجمهور، فكل الأحداث دي بترجعنا للمشاكل نفسها اللي عاشتها شيرين في السنين الأخيرة اللي فاتت، مع تكرار نفس الأسماء والشخصيات، بداية من حسام حبيب اللي اتسرب له فويسات أثارت الجدل حوالين حالة شيرين عبد الوهاب، وهاجم من خلالها عائلتها بسبب تورطها في أزمة كبيرة مع روتانا وسرقة حساباتها على السوشيال ميديا. انا ما صرحتش بيها، دي حاجات متسربه من تليفوني متاخده، وانا هقدم بلاغ ضد اللي عمل كده. محتوى الموضوع ان اخوها مضى بتوكيل باثر رجعي، وهو لا يحق ليه توكيل ملغي يمضي باثر رجعي انه يتنازل عن السوشيال ميديا بتاعه شيرين بدون علمها. وهدد حسام بتقديم بلاغ ضد اي حد بيسيء ليه ايا كان، والتهديد كان متبادل. فجه الرد من محمد عبد الوهاب اخو شيرين ببيان اعلن من خلاله اللجوء للقضاء واتخاذ الاجراءات القانونيه اتجاه صاحب التسجيل الصوتي اللي نشر كل الاكاذيب دي حسب قوله. والموضوع ده مش جديد علينا، فتاريخ مشاكل شيرين واخوها حافل من سنين، خصوصا سنه 2022 لما انتشر خبر اعتدائه بالضرب عليها بسبب تنازلها عن البلاغات المقدمه ضد طليقها حسام حبيب. حسام وشيرين قصة مش بتخلص، فكل فترة بيطلع خبر جديد عنهم، حتى لحد النهاردة الجمهور شاكك في حقيقة انفصالهم، بالرغم من إعلان شيرين خطوبتها على رجل أعمال من خارج الوسط الفني ومباركة حسام ليها. ألف ألف مبروك، ونرجع لحياة في الدنيا وسعادة، وأنا بجد يعني أنت عارف العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم. أتمنى لك الرضا والسعادة وكل حاجة حلوة في الدنيا والنجاح، وتفضل كده بأحلى حاجة في الدنيا. فالتكهنات بتقول إن حتى موضوع خطوبتها مفبرك، وحسام لسه موجود في حياتها، خصوصا بعد الفويسات دي اللي اتسربت. فكان في تساؤلات بأي صفة بيتكلم حسام بلسان شيرين وهم منفصلين وهي مرتبطة بشخص تاني، وحياتها الشخصية ما بتختلفش عن وضعها الفني حاليا. فبعد ما الكل توقع عودة شيرين اللي عارفينها بسبب الاستقرار العاطفي، خيبت ظنون الكتار واعلنت عدم مشاركتها في الحفل اللي بيجمعها مع حسين الجسمي في دبي قبل يومين بس من موعده بسبب رحلة استشفائية. بس مصادر ET بالعربي بتقول عكس كده، وان من الاول شيرين ما كانش عندها النية انها تكون متواجدة في الحفل، حتى انها بلغت اشخاص بتتعامل معاهم في حفلاتها دايما ان الحفلة اتلغت قبل فترة من اعلان غيابها عنها. حتى بالنسبة لألبومها الجديد اعلنت شيرين من حفلها في الكويت ان روتانا ورا تأخيره، مع انها سلمته قبلها بفترة. ورجعت روتانا نافت كل كلامها بالبيان ده. ففي الوقت اللي بتعيش فيها نجمات الوطن العربي فترة نشاط فني كبير من خلال حفلات الصيف وعودة المهرجانات الغنائية العربية، شيرين غايبة عن المشاركة في أي حاجة منهم، وغايبة كمان عن إصدار أي عمل جديد إلا زينة العرايس اللي سمعناها كزفة بنت المنتج محمد السعدي.